السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يفتك مرض السرطان سنويا بما يزيد على 7 ملايين شخص حول العالم، معظمهم في الدول الفقيرة. ويشير المركز العالمي للأبحاث السرطانية التابع لمنظمة الصحة العالمية إلى أن السرطان قد يصبح من أشد الأمراض فتكا في العالم في العام 2010، متجاوزا أمراض القلب. وستكون الدول الأكثر فقرا هي العرضة لزيادة الإصابات التي عادة ما تنشأ عن التدخين أو الأطعمة الملوثة أو المشبعة بالدهون. لكن الغريب في أمر السرطان أنه لم يعد يقف عند حد الكبار، بل أصبح يضرب بعنف في الأطفال بدءا من أيام ولادتهم وحتى سن 15، حتى أن الزيادة في الإصابات بين الأطفال دفعت الخبراء إلى السعي للبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. وفي مصر قام عدد من العلماء والأطباء المتخصصين البارزين في علاج هذا المرض القاتل، على رأسهم ضيف حلقة اليوم، بإنشاء واحدة من أبرز المستشفيات في العالم لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. وفي هذه الحلقة نحاول التعرف على أسباب هذا المرض القاتل ووسائل مواجهته وعلاجه، والعوائق والتحديات التي تقف أمام الأطباء العرب في مواجهته، وذلك في حوار مباشر مع الدكتور شريف أبو النجا، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم والأورام في جامعة القاهرة، ومدير مستشفى سرطان الأطفال في مصر للبحوث والتدريب والعلاقات الخارجية. دكتور شريف، مرحبا بك. مرحبا يا أحمد. على فكرة أنا مش على رأسهم والله، أنا واحد منهم. بداية، ما هو مرض السرطان؟ أولا مرض السرطان هو مش مرض واحد، هو أمراض عديدة. الناس متخيلة أن السرطان حاجة واحدة. السرطان أمراض كتيرة أوي. هو أن الخلايا بتنقسم انقسام جنوني، ما فيهوش تحكم. ربنا سبحانه وتعالى حط لنا قمة التحكم في الخلايا بتاعتنا. دايما كل خلية من الخلايا بتاعتنا فيها عشان تنقسم وتتطور ونكبر ونقدر نعيش الحياة بتاعتنا، ففي بنزين بيدوس في الفرامل عشان الخلايا تنقسم وتعيش في السكة الطبيعية بتاعتها. وفي فرامل كمان أساسا، يعني في بنزين وفي فرامل، وفي ربنا سبحانه وتعالى عامل تناغم قوي جدا ما بين البنزين والفرامل. توازن. اما بيفقد هذا التوازن الخلايا بتنقسم بسرعة جدا وبتملى المكان بتاعها، بتزق الخلايا اللي حواليها، وبتبقى عندها قابلية جامدة جدا للانتشار بعد كده لحد ما توصل لمرحلة الوفاة. نقدر نقول ان الخلية هي المكون الذي يتكون منه الانسان بشكل عام، يعني احنا مجموعة خلايا او ملايين الخلايا تتجمع فتشكل جزء. خليني اشرح لك حاجة عشان احنا بنوضب الحلقة كنا قاعدين بنتكلم هنوصل المعلومة ازاي للناس بطريقة بسيطة. خليني اشرح لك موضوع الجينات والخلايا بطريقة بسيطة جدا. حضرتك احنا عندنا الخلية اللي هي المكون الاساسي في الجسم عندنا، بتتكون تقريبا من بروتينات كلها، وجوه الخلية نواة. النواة دي فيها 23 زوج من الكروموسومات، ده مركز التحكم بتاع الخلية، العقل بتاع الخلية. 23 زوج من الكروموسومات عاملين كده بالظبط عشان الناس تشوفهم وتفهمهم بمنتهى البساطة. ده كروموسوم فيه 23 زوج من 1 ل 23 ومترقمين 1 2 3 4. الكروموسوم نمرة 1 عندي زي الكروموسوم نمرة 1 عندك يا احمد، زي الكروموسوم عند واحد عند كل مشاهير، شكلا وموضوعا ووظيفة. الكروموسوم عبارة عن ناحيتين كده، دراعين. الدراع ده بيجي من الاب والدراع ده بيجي من الام. لو حضرتك حطيت ايديك كده هتبص تلاقي عندك شرط على الكروموسومات عندك. الشرط دي هي الجينات. الجين من هنا ده مع ده الاثنين بيشتغلوا مع بعض، هم اسمهم الرفقاء، كل اثنين بيشتغلوا هو جين واحد. عشان كده هم بيحملوا صفات وراثيه، لان يعني جزء منه جاي من الاب وجزء منه جاي من الام. الجين ده فيه الافات الجينات على كل كروموسوم. ما هو وظيفه الجين؟ هو تكوين بروتين معين في الجسم. ارجع اقول لك ان حضرتك البروتين اللي بيكون لون عينك او الانزيم او الانزيم اللي بيكون لون عينك هو جاي من جينات. ده الشفره بتاعت البروتين، الشفره اللي بتشفر البروتين اللي بيطلع هنا موجوده داخل الجسم، وبالتالي احنا بنقول الجينات دي حامله في الصفات الوراثيه. هي ايوه، بس هو الكروموسوم شايل جينات، الجينات دي هي التي تكون البروتينات كلها بتاعت الجسم. كل كروموسوم عليه الافات الجينات. حضرتك لو تفتكر من فتره من الزمن الامريكان اكتشفوا الجينوم. الجينوم هو ده اللي انا بتكلم عنه، ان الكروموسوم نمرة 3 في الحته الفلانيه عليه الجين اللي بيطلع البروتين الفلاني.
يعني خريطة جسم الإنسان، خريطة جسم الإنسان ده الجينات بتاعتنا. كل أي خلل في هذه الخريطة، أي خلل في هذا الجين، هو الجين ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من الأحماض الأمينية. حمضين أمينيين عاملين على بعض كده، وفيهم أمينو أسيد، فيهم أحماض أمينية كده جفتين. لو واحد منهم اتغير شكل البروتين هيتغير، لو شكل البروتين اتغير وظيفته هتتغير، وبتعتمد على قوة التركيبة بتاعت التغيير. في بقى اللي بنتكلم عليه سائد ومتنحي. هذا أنا عارف أن ندخل في تفصيل لا يستطيع المشاهد أن يدركه، ولكن ممكن أن يقال أن المرض ينشأ نتيجة خلل في هذه التركيبة الطبيعية التي خلقها الله. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الخلل؟ دايما السرطان بيبقى سببه حاجتين. دايما حاجه اسمها دبل هيت ثيوري او نظريه الضربه المزدوجه. الضربه الاولانيه، احنا لسه كان عندنا عالم من اكبر العلماء بتوع امريكا في علم الوبائيات، وهي العلاقات بتاعت الاحصائيات بتاعت السرطان واسبابه. هم واصلين دلوقتي في الاطفال ان هم ابتدوا يعملوا احصائيات دقيقه جدا للامهات وانواع الاكل اللي بتاكله الام والحاجات اللي بتتعرض عشان يستطيع ان يكتشف ما الذي اصابه. الاحصائيات مهمه قوي. الاحصائيات كلها بتتكون من ايه؟ هو ده البحث العلمي. بيتكون من معلومات. دايما البحث العلمي بيبتدي من معلومات، كيفيه تجميع المعلومات، وان انت تحط المعلومات دي وتخزنها وتطلع بيها بنتائج. المعلومه اللي هم وصلوا لها دلوقتي ان كل السرطانات مش بس في الاطفال، في الاطفال حتى في الكبار، حتى في الكبار بتتكون في رحم الام. في رحم الام، بس خليني بس خلال فتره الحمل. خلال فتره الحمل. وخليني بس اقول لحضرتك معلومه، خليني اقول لحضرتك عشان الناس ما ترجعش تقول ان السرطان وراثيه. هو جزء من السرطان وراثي، وفي عائلات بيبقى فيها سرطان وراثي، وفي انواع من السرطان الوراثيه زي سرطان العين في الاطفال. دي سرطانات وراثيه، وفي عائلات بتحمل، بس مش كل السرطانات وراثيه. لكن انا بقول ان الام لما تتعرض لمؤثرات معينه اثناء فتره الحمل هي اللي بتعمل الضربه الاولى لهذا الجين، فالجين بيبقى جاهز وسهل قوي الضربه الثانيه عليه من المؤثرات البيئيه اللي ممكن تحصل له. هو عنده سنه، هو عنده 10 سنين، وهو عنده 15 سنه، فبيعتمد نوع الوضع. يعني الطفل حينما يولد بيكون حامل للضربه الاولى بالضبط، فبيكون مهيئ الى ان يصاب بالضربه الثانيه سواء في مرحله الطفوله او في اي مرحله من حياته. او في اي مرحله، وهي دي النظريات الجديده اللي ابتدوا يوصلوا لها فعلا في علوم الوبائيات بتاعه السرطان.